السلام عليكم خوتي وخواتاتي، معكم عبد الله من قناه الفلاح البسيط. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطريقه باش تحصلوا على علف مجاني. عندكم دجاج اولا غنم اولا بقر وبغيتوا ولا قنيه وبغيتوا تعلفوهم علف مجاني واقتصادي، غنوريكم واحد الطريقه اللي زوينه اللي جربتها شخصيا وفعاله. عندكم تصاوبوا الشعير المستنبت. عندنا كيلو ديال الشعير في مده ديال 8 ايام يقدر يعطيكم 8 كيلو حتى ل 10 كيلو ديال الشعير المستنبت اللي هو هذا كما كتشوفوا. الطريقه كالتالي اخوتي، كتجيب واحد شويه الشعير. هذا راني جبتو انايا البارح، غسلته مزيان، كتغسلوه مزيان في الماء مره جوج ثلاثه حتى لربعه المرات، وكديروه في واحد شويه ديال الماء وكديروا عليه واحد الغلاقه ديال جافيل. هذا كلور، كديروا واحد الغليقه وكتخليوه لمده ديال ربع ساعه حتى لثلث ساعه مرقد. من بعد كتغسلوه من هذاك الماء اللي فيه جافيل وكترقدوه لمده ديال من 12 ساعه حتى 24 ساعه. انا رقدته 24 ساعه. وعندنا هنايا صندوق كما كتشوفوا. هذا الصندوق هذا ديال الحوت، اللي بغى يدير صندوق ديال الديسير اولا شبكه اولا اي حاجه. انا كنخدم بهادو ها هما. هذا صندوق درت فيه التقابي، ممكن بلا ما دير فيه التقابي حيت هو اصلا كيكون مبوط هنايا وعنده الودان ديال الحوت راه معروفين كيكونوا انا جربتها فيه هكا متقب وجربتها فيه بلاش وراه خدموا بجوجهم. دابا غندوزو ان شاء الله غادي نستفوا هذا الشعير ديالنا. الشعير كنحطوه بهذه الطريقه هذه وكنسرحوه بحال هكا تقريبا واحد السنتيم يكون باش يكون ما نخليوش الخاوي. من بعد ما كنستفوا الشعير ديالنا بحال هكا كنجيبوا واحد الفوطه بحال هذه كنفزقوها بالماء مزيان وكنغطيوه لمده ديال يومين. من بعد يومين كنحيدوا هذه الفوطه هذه وكنبقاو نسقيوه بهذه الطريقه بالفابور اولا بشي شيته ديال الجير بحال هكايا بهذه الطريقه هذه. من بعد 8 ايام اولا 10 ايام تبارك الله كيولي عندنا بحال هذا الشكل هذا، وكنحطوه ينشف واحد شويه لمده ديال واحد نص ساعه ولا غادي ينشف لنا داك الماء ديالو، وكنقطعوه ونبقاو نعطيوه للدجاج ديالنا اولا قنيه اولا الاغنام ولا بقر. المهم اللي عندنا غادي نعطيهم. تبارك الله راه فيه فوائد كثيره وفيه معادن بزاف. اللهم يسر هذه طريقه باش تقتصد ويتقام عليك علف مجاني. وخليوا لي في التعاليق الاراء ديالكم.